من كذا سنة عملت حوار مع دكتور عبد الوهاب المسيري، واحنا بندردش اثناء الحوار اداني افضل نصيحة فادتني في حياتي كلها. في حاجة انا متأكد ان كلنا جربناها. تيجي لك فكرة وتحس ان الفكرة دي عظيمة، تيجي بعد كده تحاول تفتكرها تلاقيها طارت، او تلاقيك ان انت افتكرتها بس مش بنفس الطريقة الحلوة اللي جات لك بيها الفكرة قبل كده. مش لوحدك. الدكتور المسيري كان بيسمي اللحظات دي اللي بتيجي فيها الأفكار اللحظات الإشراقية. يعني حاجة زي الومضات كده، مخك بيكون اشتغل مع نفسه وطلع بفكرة مبدعة، بس طلع بيها في الوقت اللي مخك يختاره، مش في الوقت اللي انت تختاره. يعني انا كنت بنتي وهي صغيرة احاول اقرب لها الموضوع، فاقول لها انه الافكار عامله زي الفيريز، اللي هي الجنيات الصغيره كده زي الفراشات في الحواديت، بتطير حوالينا. لو جت وما قدرناش نمسكها من جناحاتها خلاص طارت. علشان كده لازم نسجل افكارنا. الدكتور المسيري مثلا كان بيسجل الافكار احيانا على علب الكبريت، كان معاه كده علب كبريت كتير مجمعها، لانه سجل عليها فكرة في مرة ولازم يحتفظ بيها عشان يرجع يعني ينظمها ويرتبها. انما دلوقتي الموضوع اسهل كتير. كلنا معانا سمارت فونز، ودي كلها بتسجل النوتس، مش بس كتابة، ده في تسجيل صوت. اعتبر نفسك بتبعت رسالة لنفسك على واتساب، ولما ترجع البيت اقعد اسمع الافكار اللي جات لك دي، وحاول ان انت تفكر فيها اكتر، وان انت ترتبها اكتر، وان انت تربطها بمثلا لو محتاجة طرق تنفيذ او حاجة ان انت تربطها بيها. احيانا بيكون فيها حل المشكلة عويصة انت قعدت تفكر فيها كتير، ودلوقتي بس جات لك الفكرة اللي فيها الحل. اتمنى زي ما الفكرة دي فادتني جدا في حياتي، انها يعني تفيد اللي يعمل بيها. وبالتوفيق.